وهنا لازم نسأل نفسنا، لما القوة ما تكفيش والعلم يسيب فراغ، الإنسان دايماً بيلتفت للحاجة اللي خارق قدرته. على مر التاريخ كل الحضارات تقريباً آمنت بوجود كائنات غير مرئية أقوى من البشر وأسرع، وبتفهم قوانين الطبيعة بطريقة مختلفة. في الإسلام الكائنات دي ليها اسم واضح: الجن. القرآن ما قدمش الجن كخرافة ولا كحكاية شعبية، لكن ككائن له قدرات وحدود. بسم الله الرحمن الرحيم: وخلق الجان من مارج من نار. كائن من طاقة مش من لحم وعظم. القرآن كمان قال إن الجن كان لهم دور حقيقي في أعمال يعجز عنها البشر. بسم الله الرحمن الرحيم: ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه. طب اشتغلوا في إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان كالجواب وقدور راسيات. يعني بناء ضخم، أعمال معمارية تتطلب قوة وسرعة غير بشرية. طيب، هل ده معناه إن الجن بنوا الأهرامات؟ بكل أمانة مفيش نص بيقول كده صراحةً، لكن فيه أسئلة ما ينفعش تتجاهل. إزاي حجر يترفع في مكانه بدقة ملي بدون آثار سحب؟ إزاي ممرات طويلة ومغلقة تتبني من الداخل بدون مساحة حركة؟ إزاي بناء بالحجم ده يتم في فترة زمنية أقصر من اللي نتصورها؟ لو افترضنا، مجرد افتراض، إن في كائن يتحرك أسرع من الإنسان، يشيل أكتر ويمر من أماكن ضيقة، ساعتها بعض الأسئلة تبدأ تختفي. لكن الخطر هنا إننا نستخدم الغيب كحل سهل لأي لغز. العلم بيطلب دليل والدين بيطلب نص، وإحنا ما عندناش لا ده ولا ده. يعني نظرية تسخير الجن مش حقيقة ومش كذبة، لكنها منطقة رمادية، منطقة بيفشل فيها العقل وبيسكت فيها العلم، وبيفضل السؤال متعلق. لكن لو الأهرامات لا بناها الجن ولا العمالقة ولا حتى علم ضائع، يبقى السؤال الحقيقي: ليه اتبنت؟ لأن أحياناً سر البناء مش في مين بناه، لكن